اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه باذن الله. احنا النهارده هنتكلم مع الحمام ونتكلم برضو عن الارانب، في اي حاجه انتم محتاجينها ان شاء الله نتكلم مع بعض. النهارده الحمام بسم الله ما شاء الله، بعد ما شيلنا الزغاليل بتاعته ما شاء الله، دي واحده بيضت اهي، في بيضه تحتها اهي بسم الله ما شاء الله، بس مش عارفه هي بتكسر البيض ليه. ودي ما شاء الله معاها، تعالى كده اهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. دي كان معاها زغلول جميل برضو، شلناه من تحتها كده واتبيضت اهي، واللي تحت كانت بيضه بس البيضه اتكسرت، فان شاء الله تبيض تاني باذن الله. تعالوا كده اما نشوف، نتكلم شويه مع الحمام. هي الحمامه شايفين بسم الله ما شاء الله حنيتها وجمالها كده، هي قاعده بتضرب فيا علشان ابعد بعيد بالموبايل عن البيض بتاعها وعن العيش بتاعها ان شاء الله. هي طبعا احنا بدأنا في السقعه بقى وفي البرد، الجو برد جدا النهارده وكانت بتشتي الصبح جامد، فاحنا زي ما قلنا لازم ندفي المكان كويس قوي علشان نربي ارانب او نربي حمام، لازم ندفي المكان كويس ونخلي المكان حلو جدا عند الارانب والحمام. لازم نغير الميه باستمرار، نغير الاكل، نخلي الاكل دايما قدام الحمام. الحمامه طبعا ما شاء الله بتنام على البيض وبتقوم تاكل وبتشرب، فلازم الحاجات دي تكون موجوده اهي بسم الله ما شاء الله. او الاكل موجود اهو، انا هغير الميه معاكم اهو يوم بيوم. اي حاجه جديده بتحصل عندنا بنقول لكم عليها. او شايفين بسم الله ما شاء الله البيض، هي مش عارفه، هي كل فتره بتقوم الاقي البيضه مكسوره ومرميه بره مش عارفه ليه بجد. هي بقى بتبقى عارفه ان هي مش فيها كتكوت ولا ايه بالظبط، فهي بتبقى شويه ونلاقي الحمامه راميه البيضه بره كده، فانا بحاول ان انا ابعد عنها ما بديلهاش لان هو جوز عصبي شويه. شايفين الذكر نزل، هي النتايه بقى تطلع، بتابعهم كل شويه بلاقيهم نايمين على البيض وكويسين، فببعد عنهم خالص. لما اقرب منهم بيقوموا سايبين البيض وجايين. طبعا هي عايزين هدوء، عايزين السكينه، عايزين يبقوا كده محدش يجي جنبهم. انا بشيل كده حاجه الميه علشان لسه ما غيرتهاش النهارده، بغيرها اهو. اجيب الحاجه اللي حاطه فيها الميه، معدن صغنن كده بتاع فخاره صغيره، بجيبها بغسلها كويس قوي تحت الميه، ولو في علاجات ولا اي حاجه عشان البرد والشتاء ده، فيتامينات املاح اي حاجه. وبرده ما دام الكلفه كويسه زي ما قلنا بنقول في الارنب، برده ما دام العلف كويس ما نديش اي حاجه للارانب. لو الحمام بقى كويس وبيطلع الزغاليل بتاعته وكويس كده وبيغذيه وبياكله اهو، فاحنا نبعد عنه خالص. نبص كل شويه البيض سخن خلاص نسيبهم بقى في حالهم ونبعد عنهم. فحاولت النهارده ان انا نتكلم شويه عن الحمام. طيب الارانب يا جماعه اليومين دول ما شاء الله، شوفوا دخلنا في الشتاء بتبدا الارانب بتقل في السعر ما شاء الله ما شاء الله، ماسكه 120 125 130 جنيه. اليومين اللي فاتوا دول كنت انا في السوق وبسال ب 130، ده يعني بتزيد ما بتقلش. الفراخ كانت ب 79 وب 80، البط ب 130 وب 135، انا جايباه على 130 حلو جدا. البلدي اللي هو الابيض بيبقى ب 100 او ب 110 اخره، يعني ممكن يوصل ل 100 او 95 ده اخره يعني. الفراخ البلدي ب 130، نفس البط البلدي. طبعا الارانب تربيتها ممتعه وجميله، يا ريت اي حد يحب يربي يتابع بس. لو تابعنا وشفنا زي ما قلنا نعرف الامراض كويس قوي، نعرف الحاجه ان احنا بنطهر ازاي وبنحرق ازاي وبننظف المكان ازاي، خلاص دي حاجات سهله وبدائيه بقى، خلاص ما قلناش نتكلم فيه. اي حاجه بقى بتظهر عندي جديده، اي مرض بيظهر لازم اتعامل معاه بسرعه. شايفين بسم الله ما شاء الله هي واقفه فوق المخزن كده، انا بعدت عنها اهو خالص عشان هي قاعده يعني ايه
عامله قلق شويه، فانا بعدت عنها خالص اهو. تعالى ننزل للتانيه دي اهو. بنحط في المحضن اي حاجه بقى، رمل ولا اي حاجه، علشان ندفي البيض مع الحمام اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. دي معاها 2 اهو، انا من بعيد بصور اهي، معاها 2 والجوز بسم الله ما شاء الله. الاتنين كل واحد ينام شويه عليه، بلاقيه دافي ما شاء الله. اللي تحت دول انا بستناهم يبيضوا، كان عندهم بيضه، بس اتكسرت، مش عارفه بقى هي كسرتها ورمتها بره كده. فهي احنا ان شاء الله بغذيهم كده وباكلهم. دايما بحط لهم كلفه كويسه علشان يتبيض تاني. طبعا البرد بيأثر على البيض، طبعا زي ما احنا عارفين امهاتنا كلها بتربي في بيوتنا ان البرد لما بيدخل الفراخ اوقات ما بتبيضش. فاحنا بنستنى شويه، يوم 2 3 بناكلها كويس وندفي المكان كويس. لازم شايفين المشمع انا مقفله من الناحيتين دول علشان البرد ما يجيش عليهم مباشر. فهم شايفين، حتى تلاحظوا ان هم في الركن اللي هناك ده اللي متدفي. فهم يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، كلهم ما شاء الله اسس محترمه اهم. شايفين بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يبارك فيهم كده. وعندنا زغلول كتير ان شاء الله. الزغلول بس بتاع دول الحمام اللاهن ب 200 و 250 جنيه. الجوز الحمام العادي اللي كنا بنجيبه ب 50 جنيه بقى ب 200 جنيه و 150 و 180 جنيه. الجوز العادي البلد العادي، انما ده مش بسم الله ما شاء الله طعم وجمال وجميل كده، لحمته حلوه وطريه وجميل، فعشان كده هو ماسك سعر غالي شويه. فبسم الله ما شاء الله الجوز بتاعنا سأل عليه ب 250 و 200 جنيه. لو عندنا بقى جوز حمام زي دول وجوز ارانب بقى ما شاء الله الخير والرزق بقى. ولحمه الارانب نسبه الكوليسترول فيها قليله جدا، مفيده جدا، احسن بكتير جدا من الفراخ البيضاء. طبعا كلها ممكن حقن بقى، فيتامينات، هرمونات، الحاجات اللي بيعملوها في المزارع دي اللي احنا ملناش دعوه بيها طبعا. دي حاجات بعيده عننا ملناش دعوه بيها. لو اكلنا الحمام اكل كويس واكلنا الارانب اكل كويس هيطلع لي ما شاء الله انتاج. عند اقل ارنبه بتولد ب5 6 دول لو حافظت عليهم وطلعتهم هيبقى بسم الله ما شاء الله. فضلا بقى عن ان في ارانب بتجيب 8 و9 و10. فالحاجات دي كلها خير ورزق وبركه من عند ربنا. لازم ان انا اهتم بيهم، اخليهم عندي ما شاء الله كده. شايفين الجوز اللي فوق الجميل ده بسم الله ما شاء الله، انا مستنيهم يبيضوا بقى ما شاء الله كده واتبسط معاهم هم كمان. يبقى كده الاثنين دول عندهم بيض، واللي فوق واللي تحت لسه ما عندهمش حاجه. ان شاء الله يبيضوا الايام اللي جايه، نصور معاهم البيض بتاعهم كده ونشوف الزغاليل كده لما هي بتكبر كده. لما نشوف كده زغاليل بتكبر وارانب بتكبر ما شاء الله بيبقى حاجه جميله وممتعه. لو بقى في ناس بتربي فراخ مع بط مع حمام مع ارانب، دي كلها لما يبقى الجو كويس بيبقى عندي مكان اجهزه كويس، افرشه، ادفيه، اخلي المكان حلو جدا. اليومين اللي جايين دول حلوين في التربيه كويسين، بس انا اتحكم في الجو بس. يبقى الجو عندي حلو، يبقى البرد ما فيش برد، ما فيش حاجه. البرد يبقى ما يبقاش داخل عليهم مباشر. برضو في مكان للتهويه جيده، في مكان للشفاط عشان ياخد اي ريحه مش كويسه عندي اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله الحمامه بسم الله ما شاء الله، معاها بيضتين اهم ومعاها بسم الله ما شاء الله. هي بتستعد ان هي تنام على البيض بقى. انا ابعد عنهم خالص كده واقفل الفيديو علشان يستقروا كده ونشوف الجو. كل ما يبقى الزيت في البرد لازم ندفيهم كويس قوي علشان يبقوا كويسين معايا في البيض وكويسين معايا في صحتهم، ما يجيلهمش برد ما يتعبوش معايا. شايفين طيار هوا جاي في مشمع صادت فيه. ربنا يبارك للجميع يا رب. لازم نهتم بالحاجه اللي بنربيها. شايفين بسم الله ما شاء الله الحمامه قاعده بتقلب في البيض اهو، انا من بعيد كده وهي بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك يا رب للجميع. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده مع الحمام. بفرحكم معايا ان الحمام باض والبيض ما شاء الله الحمام بينام عليها وكويس والحمد لله. نبعد بقى عنهم خالص ونسيبهم في حل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يرضاكم من اعجابكم، يكون دايما عند حسن ظنكم. استنونا فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. نتكلم فيها عن الارانب، عن الحمام، عن الفراخ. اللي عايز اي حاجه نتكلم فيها نتكلم ان شاء الله. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا. يا رب يكون الفيديو قدمت لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه زي ما عودتكم في ارانب الخير في كل بيت. تربيه الارانب على الارض او الحمام او الفراخ او البط او اي حاجه تطلبوها
مننا. اي حد بيحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 646 19771. تحت امركم في اي حاجه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.